القرين هو نسخة شيطانية منك، يعرف عنك كل حاجة، يعرف عنك اللي انت حتى ما تعرفوش عن نفسك. مهمته الوحيدة هي انه يفضل يوسوس لك لحد لما يوصلك لطريق الضلال والمعاصي، وكل ده بيحصل من غير ما تشوفه. بس تخيل لو القدر وصلك لانك تحضره، وبالرغم من ان الموضوع دوت خطر جدا وانت عارف كده كويس، لكن اتقالك ان هو دوت خلاصك الوحيد، هتوافق ولا لا؟ أنا هكمل لكم النهاردة قصة الرصد الملعون، فلو أنت أول مرة تتابعني أنصحك إنك تتفرج على الجزء الأول عشان تقدر تفهم أحداث الحلقة دي. أهلا بيكم في كوابيس سليمان الموسم الثالث. والدي ساعتها بقى نشف دماغه وصمم انه ينزلني مصر عشان يدخلني جامعة علوم البترول والتعدين. وجدتي بقى قاعدة في فيلا كبيرة قوي أشبه بالكهف، قديمة وكئيبة ووسط أراضي زراعية كتير. قلت لها انتي مين؟ قالت لي أنا آسفة إن أنا دخلت بيتكم بالشكل ده، بس أنا كنت بجري منهم. فاكرني جاي هنا قاعد يومين وماشي؟ فوق يا عم ربيع وخلي أيامك حلوة معايا عشان إحنا قاعدين هنا ومطولين مع بعض. كلب اسود حجمه ضخم جدا من وسط الشجر، وكان في بقه كتاب لونه اسود. حط الكتاب في الارض وابتدى ياكل قلبي بطريقه شرسه. بصيت تحتي اتفاجئت ان انا ما كنتش نايم على السرير، وان السرير كان بعيد قوي عني. انا كنت حرفيا طاير في الهواء ومرفوع لفوق وبعيد قوي عن الارض. جسمي كله كان متعلق في الهواء. بصيت على حيطان الاوضه اتفاجئت ان هي كلها مرسوم عليها رموز وعلامات، مرسوم عليها رسومات شيطانيه مخيفه، ومفيش حيطه واحده في الاوضه ديت ما كانتش غرقانه بالدم. صوره كبيره متعلقه على الحيطه لبنته ساره. قلت لعم ربيع هي مش دي بنتك ساره يا عم ربيع؟ عم ربيع قال لي اه هي. قلت له امال هي فين يعني مش شايفها؟ قال لي لا هي مسافره عند عيلتنا. قلت له يا راجل مسافره عند عيلتكم ولا ماتت؟ قال لي باستغراب كده ماتت؟ قدامي اتفاجئت ان انعكاس صورتي في المرايه من غير ملامح. كان وشي لكن كان من غير ولا عينين ولا بق ولا مناخير ولا اي حاجه. ملامحي كانت كلها مطموسه، وفجاه لقيت وشي بيتحول لنفس وش الشيطان اللي شفته في الاوضه. فتحت باب الحمام بسرعه وطلعت اجري وانا عمال اتكعبل واقع في الارض، ورجلي ما كانتش شايلاني لحد لما طلعت بره الفيلا. واتصدمت لما لقيت الشمس طالعه وكاننا في عز الظهر. انا ما بقتش فاهم حاجه. انا ما قعدتش في الحمام اكتر من 10 دقايق، ازاي الساعه دلوقتي 2 الظهر؟ ببص قدامي لقيت عم ربيع ومراته وابنه واقفين قدام الباب الخارجي الحديد بتاع الفيلا، وكانوا عمالين يتكلموا مع واحد لابس جلابيه بيضه ودقنه طويله ولونها ابيض في اسود. الراجل دوت كان شكله في الاربعينات وكان وسيم ووشه ابيض. عم ربيع راح مشاور لي، فرحت له. قال لي هو دوت الشيخ فايز اللي كنت بحكي لك عنه يا سليمان. الشيخ فايز مد ايده عشان يسلم عليا. انا كان باين عليا قوي التوتر والخوف ساعتها، وكنت عمال انهج وقلبي كان بيدق جامد. قال لي انت مال وشك يا ابني مخطوف كده ليه وزي ما يكون كنت بتجري من حاجه؟ قلت له وانا باخد نفسي بالعافيه انا شفت الشيطان دلوقتي. قال لي شيطان؟ شفته فين؟ قلت له انا شفت الشيطان دوت في الحمام. قال لي طب ممكن تقول لي كان شكله عامل ازاي؟ قلت له كان شكله شبهي في الاول، لكن ملامحه كلها كانت مطموسه، وفجاه اتحول لشيء مخيف وخرج لي من المرايه. قال لي طب اهدى بس كده يا ابني وتعالى نقعد جوه واحكي لي ايه اللي حصل لك من البدايه. دخلنا الفيلا وقعدنا في الصاله تحت، وبدات احكي له كل اللي حصل لي من يوم ما جيت. بعد لما خلصت قال لي بص يا ابني احنا محتاجين نصلي صلاه الممسوس. قلت له ايه صلاه الممسوس ديت؟ قال لي وهو عمال يهرش في دقنه كده بص يا سليمان يا ابني، انت اولا لازم تؤمن ان احنا مش عايشين لوحدينا على الارض، وان في كيانات عايشه حوالينا في كل حته بس احنا ما بنشوفهاش، والكلام دوت مذكور في كل الديانات السماويه. قلت له اكيد طبعا عارف حاجه زي كده. قال لي جميل. الوحيد بقى اللي بيلازمك في كل خطوه بتتحركها وكل مكان بتروحه، وفي نفس الوقت بيشوف اللي انت ما بتشوفوش، هو قرينك لانه واحد منهم. فاحنا دلوقتي هنصلي صلاة الممسوس ونفتح لك الرؤية، ومن خلال الرؤية ديت انا هستجوب قرينك واتكلم معاه واعرف منه ايه اللي بيحصل بالظبط. خلال الوقت دوت هيبقى انت مغمى عليك وهتشوف كذا رؤية، ولما تفوق بقى لازم تحكي لي وتقول لي انت شفت ايه، وبناء عليه هقول لك بعدها هنتصرف ازاي. قلت له ماشي
انا هخش اتوضى دلوقتي، بس انا ما اعرفش صلاة الممسوس ديت بتتصلى ازاي. الشيخ فايز كان قدامه كوباية مية، شربها كلها وبعدها قال لي ما تشغلش بالك بحاجة، كل اللي انا محتاجه منك هو انك تدخل الحمام بالكوباية ديت وتتبول فيها وتملاها على اخرها، بعد كده تبقى تتوضى وتجيلي بيها. قلت له وانا مستغرب، طب هتبول في الكوباية ديت ليه؟ قال لي عشان نشغل بيها الشياطين واي قوة سلبية ممكن تحضر اثناء الصلاة وتعمل لنا عكوسات، فما تخليناش نعرف نشتغل، يعني زي ما تقول كده يا سيدي نوع من انواع التمويه. انا كنت بصراحة قلقان ومتردد، وهو حس بكده راح قال لي بص يا سليمان، العالم دوت ليه الطقوس والقوانين الخاصة بيه واللي لازم نحترمها، وده عشان ما نحطش نفسنا في مشاكل اكبر من اللي احنا فيها، وبدل ما نحاول نحل نعك الدنيا اكتر. عشان كده انا هنا ومعاك، فلازم تثق فيا وفي اي حاجة هقولك تعملها لحد لما نعدي المحنة ديت. احنا مش عايزين الموضوع يكبر ويتطور لان ساعتها ممكن ما نعرفش نلمه. انا لما قال لي كده خفت، فعلا عملت كل اللي طلبه مني، اتبولت في الكوباية واتوضيت ورحت اديتها له. الشيخ فايز راح واخد الكوباية وحطيتها جنبه وطلع حبل من الشنطة اللي كانت معاه وراح مديه لعم ربيع وقال له اربطولي في الكرسي. قلت له معلش انتوا هتربطوني ليه؟ قال لي وهو متعصب يا ابني القرين اللي هيحضر دوت قوته بقوة 10 رجالة وممكن ما نعرفش نسيطر عليه، وبعدين احنا اتفقنا على ايه؟ مش لسه قايل لك لازم تثق فيا؟ قلت له حاضر، وسبت عم ربيع يكتفني بالحبل وانا قاعد على الكرسي. بعد لما خلص الشيخ فايز راح قال له ربطته يا عم ربيع كويس في الكرسي؟ قال له اه ربطته كويس. الشيخ فايز قام وابتدى يرسم على الارض حروف واشكال حواليا على شكل دايره حوالين الكرسي اللي انا كنت قاعد عليه. اثناء ما هو بيرسم كان عمال يتمتم بصوت واطي ومش مسموع. بعد كده جاب مبخره صغيره وولعها، وبالرغم من ان المبخره ديت كانت صغيره لكنها كانت بتطلع دخان ابيض كثيف جدا وريحته وحشه قوي، وهو كان بيتعمد يقرب المبخره من وشي عشان اشم البخور دوت. بعدها راح قايل لعم ربيع جبت الارنب اللي طلبته منك؟ قال له اه طبعا موجود، وجري على المطبخ وجابه معاه. كان ارنب اسود ما فيهوش ولا نقطه بيضه. الشيخ فايز مسك الارنب وراح دبحه فوق دماغي بالظبط، والدم بتاعه بقى عمال ينزل عليا وغرقني. انا كنت مرعوب، بقيت عمال اقول له وقف اللي بتعمله ده، بس هو ما وقفش، ساب الدم ينزل عليا لحد لما الارنب اتصفى. وبعد لما خلص حط الارنب قدامي وجاب كوبايه البول وراح دلقها عليا. انا ساعتها ما حسيتش بنفسي، بقيت عمال اصرخ بطريقه هستيريه، بقيت عمال اقول له انت مجنون، ايه القرف اللي انت بتعمله ده؟ قال لي معلش يا ابني، النجاسه ما بتتفكش غير بالنجاسه، وانا لو كنت شرحت لك ما كنتش هتفهم وما كنتش هتوافق وكنت هتتعبنا، وانا عايز مصلحتك. قلت له مصلحتي ايه يا مجنون؟ راح قاطع لي التيشيرت اللي انا كنت لابسه وجاب علبه شبه علبه الكريم كان فيها معجون احمر، وجاب سواك مستخدم لونه اسود ومعفن، وبقى عمال يحط السواك دوت في العلبه ويرسم بيه على جسمي اشكال ورموز وحاجات غريبه. بعد كده جاب ازازه فيها سائل لونه اخضر غامق وبقى عمال يرش عليا منها وحواليا كمان، وراح حاطط ايده على دماغي وبقى عمال يتكلم بلغه غريبه اشبه باللغه اللاتينيه القديمه، وراح مشاور لعم ربيع وقال له اقفل لي الستاير كلها وطفي كل نور الفيلا. عم ربيع عمل زي ما قال له بالظبط، قفل الستاير وطفى نور الفيلا كلها وبقت الدنيا عتمه كحل. الشيخ فايز قعد يقول بصوت عالي بروج بروج، بطين بطين، مهين مهين، أقسمت عليكم بقسم الأولين أن تظهروا بقرين سليمان بن عمير المسيري، اقلعوا آمنين وهبطوا آمنين، عليكم السلام ومنكم السلام، بحق الملك هيراميل وقاتل الملك هكتاريل، من سفر جهنم جئت ومن سفر جهنم بعثت، اجعل بيني وبين المذكور حجابا لا يؤذي ولا يعين. فضل يردد في الكلام ده كتير لدرجة ان انا حفظته، واحدة واحدة ابتديت احس ان الجو بقى حر جدا حواليا وبقيت مخنوق ومش قادر اتنفس كويس، لدرجة ان انا ما بقتش حتى قادر افتح عيني. بقيت عمال اقول له كفاية، بطل اللي بتقوله واللي بتعمله دوت، انا بتخنق. لكن هو ما بطلش، فضل مكمل لحد لما كل حاجة وقفت فجأة. بعدها سمعت صوت صريخ وزعيق جامد، فتحت عيني لقيت نفسي في مكان غريب،
كان زي ما يكون قصر كبير ومهجور، وفي شيخ واقف قدامي وجسمه ضخم، وجنبه كائن شيطاني شكله مرعب كان بيسجد له. الشيخ دوت كان ماسك في ايده سيف كبير وعمال يقطع في جثة راجل كبير في السن. الراجل اللي بيتقطع دوت كان باصص لفوق ومبرق وكأنه مش حاسس بحاجة. وفجأة ظهر 4 أسود حجمهم ضخم جدا، وكانوا محاوطين الشيخ دوت وعمالين يلفوا حواليه، وكان زائرهم مرعب ووحشي جدا. لكن الشيخ دوت ما خافش وموقفش اللي كان بيعمله، وكمل تقطيع في جثة الراجل لحد لما قسمها ل4 أجزاء، وبعدها راح رامي لكل أسد من اللي كانوا موجودين جزء. الأسود قعدت تاكل اللحمة وهو فضل يقول في تراتيل غريبة بصوت عالي. وبعد لما خلص الأسود ديت مرة واحدة وقفوا جنب بعض وابتدوا يركعوا قدامه. بعدها المشهد اتبدل فجأة، لقيت الشيخ دوت راكب حصان وحواليه جنود كتير كلهم راكبين حصانة وراه. الجنود دي كلها ملامحها كانت مطموسة، ولا ليهم عين ولا بق ولا مناخير ولا أي حاجة. مرة واحدة الشيخ والجنود اللي كانوا معاه دول ابتدوا يقتحموا مكان كده عامل زي دير العبادة، وبقوا عمالين يذبحوا كل الناس اللي كانت بتصلي فيه بالسيوف. بعدها شفته بياخد كتاب كبير غلافه لونه اسود قوي وكان سميك جدا، وعليه بقع دم كتير قوي، وفي النص شيطان بيضحك ومطلع لسانه لبره. بعد كده المشهد اتبدل تاني، ولقيت الشيخ دوت رسم طلاسم وتعويذ جوه نجمة خماسية كبيرة، وكان واقف جواها وجنبه على الأرض إيد مقطوعة وجنبها شمعة كبيرة مولعة. بعد كده لقيت الجنود بتوعه داخلين عليه وماسكين في إيديهم ست كبيرة وبنت صغيرة، وكان بشرتهم سودا زي ما يكونوا كانوا عبيد عنده. وفجأة ذبحوهم هما الاتنين، والدم بتاعهم بقى عمال بيسيل جوه النجمة الخماسية ديت. بعدها المشهد اتبدل تاني، وشفت الشيخ دوت وهو واقع ومرمي على الارض والدم عمال ينزف من صدره. وفي واحده ست معرفش ليه فيها شبه من امي كانت واقفه قدامه وماسكه خنجر في ايديها وعمال ينقط دم. بعد كده فقت وكنت حاسس ان انا مجهد جدا وباخد نفسي بالعافيه، ورحت مرجع. لما بصيت حواليا لقيت نفسي مش مربوط وكنت مرمي في الارض. الشيخ فايز لقيته بيقرب مني وبيقول لي انت كويس يا سليمان يا ابني؟ انا بصيت له بغل ورحت قايم ماسك فيه، قلت له انت ايه اللي عملته معايا ده؟ انا مش هسيبك، انت مش شيخ، انت مشعوذ. فايز راح زايق ايدي جامد وموقعني على الارض، قال لي نزل ايدك واعرف انت بتتكلم مع مين. بعدها سكت شويه وقال لي عشان القرين دوت يطلع واستجوبه كان لازم اعمل كده. قلت له بس ده سحر وشرك بالله. قال لي ده علم يا جاهل وهبه مش مع اي حد، وهتتاكد بنفسك من كلامي دلوقتي. قلت له تقصد هتاكد من الدجل بتاعك؟ قال لي عموما انا مش هعمل دماغي بدماغ عيل صغير، يلا احكي لي شفت ايه هناك عشان اقدر اساعدك. قلت له انا مش هحكي لك حاجه وابعد عني بالنجاسه بتاعتك ديت. قال لي وهو عمال يلعب في دقنه ابعد عنك بالنجاسه بتاعتي. طيب ماشي، وهتعمل ايه بقى في ظام؟ قلت له ايه ظام دوت؟ قال لي ده الشيطان اللي متسلط عليك اسمه ظام، والشيطان دوت من اقوى شياطين العالم السفلي، وعلى فكره هو واقف وراك دلوقتي. انا اتخضيت وبصيت ورايا كده بس ما لقيتش حاجه. ضحك وقال لي بتلف وراك ليه يا عبيط؟ انت فاكر ان انت ممكن تشوفه عادي كده زي ما انا شايفه؟ وقعد يضحك بسخريه وراح قال لي بس لو عايز تشوف جن حقيقي اوريك. هو الشيطان اللي شفته كان في انهي حمام؟ مش الحمام ده؟ قلت له هو الحمام ده. راح رايح ومطلع عصايه كبيره من الشنطه اللي كانت معاه. العصايه ديت كان شكلها غريب وكان محفور عليها نقوش نجم خماسيه ومثلثات وطلاسم شبه الطلاسم اللي شفتها في الاوضه، وقام لافف على العصايه ديت حته قماش وغطسها في جردل كبير كان فيه سائل احمر، وقال لي تعالى معايا، وقام رايح بيها على الحمام. مشيت وراه انا وعم ربيع. فايز دخل الحمام وقال لي استنوني بره وقفل وراه الباب. فضل يزعق ويقول كلام غريب، وبعد حوالي دقيقتين ابتدينا نسمع فحيح مرعب كان صوته تخين وعالي قوي. بعدها لقينا فايز بيفتح باب الحمام وبيخرج منه وماسك العصايه اللي فيها حته القماش ديت بايديه الاتنين، وكان رافعها لفوق وهي ملفوفه عليها تعبان لونه اسود وضخم جدا. عينين التعبان دوت كان لونها ازرق غامق. قال لي انت عارف ده مين؟ ده يبقى عصار ابن ابانيس. انا رجعت لورا وانا مخضوض ومرعوب وخايف من شكل التعبان. قال لي لا ما تقلقش، ده من قبيله ضعيفه واخره ان هو يخضك في الحمام زي ما حصل لك كده بالظبط، وعلى فكره ده واحد من اتباع ظام ومش خساره في الموت. وراح مطلع ولاعه من جيبه وولع في اول القماشه اللي كان ملفوف عليها التعبان. ظهرت مره واحده نار زرقاء ومسكت في التعبان والتعبان ابتدى يتحرق، بس التعبان ده وهو بيتحرق كان عمال يصرخ جامد بصوت عالي كانها صرخه حيوان شرس.
انا كنت اول مرة في حياتي اشوف تعبان بيصرخ. وبعد ثواني التعبان ده كله اتحول لرماد اسود وقع على الارض. فايز طلع من جيبه منديل قماش وقعد على الارض على ركبه وابتدى يلم في الرماد دوت ويحطه في المنديل، وبصلي وهو بيبتسم ابتسامه خبيثه وقال لي اصل انا هحتاج الرماد دوت في شغل تاني، ما اصل مش كل يوم الواحد بيحرق له جني. عم ربيع راح باصص لي وقايل لي مش قلت لك يا سليمان ان الشيخ فايز دوت واصل ويعرف المستخبي؟ فايز بصلي وهو بيضحك وقال لي اسيبك بقى مع عظام تبقى تتصرف معاه براحتك، ويبقى روح لفلي بقى على المشايخ وادي دقني هيت لو حد لقالك حل. انا ما كنتش عارف اعمل ايه، بالرغم من ان انا كنت عارف ان اللي بيحصل دوت كفر باين، لكن كنت خايف ومرعوب ومش عارف اتصرف ازاي. قلت له طب هو ظام دوت عايز مني ايه وليه متسلط عليا؟ قال لي طب احكي لي الرؤيه اللي شفتها وانت هناك عشان ادلك. فطبعا حكيت له كل اللي انا شفته. بعد لما خلصت فايز بص في الارض وقال لي يبقى كده اللي انا كنت خايف منه حصل. قلت له طب وايه اللي انت كنت خايف منه؟ قال لي دي لعنة كوراك، والدليل على دوت ان انت شفت في طقوس التحضير ايد مقطوعة وفي شمعة جنبها، وطريقة التحضير دي بقى محدش يقدر يعملها خالص غير كوراك وبس. قلت له هو مين كوراك دوت؟ قال لي وهو بياخد نفس عميق كده كوراك دوت يبقى ساحر من العصور الوسطى، يعني يجي من 200 سنة كده تقريبا. والساحر دوت كان بيدور على سر الخلود الأعظم، والسر دوت كان في الكتاب اللي انت شفته اللي كان عليه الشيطان اللي مطلع لسانه وكان عليه بقع دم. الكتاب دوت اسمه سفر جهنم، وهو الوحيد اللي تقدر من خلاله تسيطر على أقوى شياطين العالم السفلي، ومن ضمن الشياطين دول هو ظام الشيطان اللي متسلط عليك. الكتاب دوت مش بس يقدر يخليك تفتح بوابة ما بين العالمين، لا ده كمان يقدر يخلي أقوى ملوك العالم السفلي يركعوا تحت رجليك. كوراك عشان يعرف مكان الكتاب فين كان لازم يلاقي الأول جثة بيكولا. قلت له مين بيكولا دوت؟ قال لي بيكولا دوت هو اللي كتب الكتاب نفسه، كتاب سفر جهنم، ويعتبر من أقوى السحرة اللي يعرفهم التاريخ. وبالرغم من إن محدش كان عارف جثته فين، لكن كوراك وصله وعرف مكانها وسرق جثته ونفذ عليها مراسم التحضير وقطعها حتت ومثل بيها. وده كله عمله عشان يرضي الشياطين اللي كانت بتخدم بيكولا ويخليهم يقولوا له على مكان الكتاب. والشياطين فعلا خضعت له وقالوا له على مكان الكتاب. المكان دوت كان عبارة عن معبد في دولة أوروبية مش معروفة، وكانوا مخبيينه لأن هم عارفين مدى خطورته. كوراك ساعتها جهز جيش من المرضى والجن وراح بيهم على المعبد، وحصلت هناك مجزرة مش عادية، وفي الآخر للأسف كوراك هو اللي انتصر. وبعد لما أخد الكتاب عرف إن في طريقة معينة تقدر تخليه يسيطر على أقوى شياطين العالم السفلي، واللي من ضمنهم ظام. والطريقة ديت اتعرفت بعد كده بطريقة كوراك، وهي إنك تعمل طقوس معينة ولازم خلالها تحقق شرطين. الشرط الأول هو إنك تجيب إيد مقطوعة لشخص مات مشنوق وتولع جنبها شمعة مصنوعة من دهن الشخص دوت وتحطها جوه الطقوس ديت. والشرط التاني، وده كان بالنسبة له أسهل بكتير من الشرط الأول، الشرط التاني هو ان في شخص وابنه لازم دمهم يسيل على الارض اثناء طقوس التحضير. وبعد الطقوس ديت اصبح ظام هو وشياطين كتير عبيد عنده، وكوراك بقى عنده قوة مفيش حد يقدر يحلم بيها. بقى عمال يحرك في الملوك والحكام وكأنه بيلعب شطرنج. كوراك كان عنده كل حاجة، سلطة وقوة ونفوذ، لكن كان في حاجة واحدة بس مش قادر يطولها، وهي حبه لملكة من ملوك أوروبا. حاول يسحر لها عشان تحبه، بس اللي هو بقى ما كانش يعرفه إن هي أصلا كانت ساحرة وكانت بتفك أي سحر بيتعمل لها. حاول كتير معاها بس هي ما كانتش بتحبه خالص، لحد لما قرر يخليها تحبه بالعافية. جمع جيش وراح على المملكة بتاعتها واحتلها وخدها أسيرة وذلها وخلاها عبد عنده، لحد لما في يوم من الأيام الملكة ديت عرفت سر الكتاب فقرت فيه وسرقت خدامه وانتقمت منه وقتلته، وبقى الكتاب بتاعها. وبعد كده هربت من أوروبا كلها وجت على هنا. قلت له هنا فين؟ في مصر؟ ضحك وقال لي وهنا في البيت ده، البيت دوت يا سليمان. الكلام دوت بقاله أكتر من 200 سنة. قلت له طب أنا إيه علاقتي بكل اللي أنت بتحكيه دوت؟ قال لي عشان الملكة ديت تبقى جدتك الكبيرة وليها أصل نسب من جدتك اللي قاعدة فوق ديت. خلي بالك الشيطان بتاع كوراك مش هيسيبك غير لما تحرق الكتاب دوت وتحرره. قول لي فين الكتاب دوت يا سليمان عشان اخده واحرقه وتعيش بقى انت وجدتك حياة طبيعية. قلت له كتاب ايه؟ انا معرفش حاجة، انت اللي لسه قايل لي عليه دلوقتي. قال لي بس قرينك قال ان الكتاب موجود هنا. قلت له يا سلام، طب ما دام قريني قال لك ان الكتاب موجود هنا ما سألتوش ليه بالمرة على مكانه؟ فايز ساعتها انفعل
وقال لي عشان انت غبي ومش فاهم حاجه. الكتاب دوت معمول له رصد فوق الرصد اللي جدتك عاملاه، وقرينك مستحيل هيعرف يحدد مكانه. قلت له انا بقول لك ان انا اول مره اسمع الموضوع دوت دلوقتي منك. وبعدين انت مالك عمال تزعق ومنفعل كده ليه؟ انت متاكد انك عايز الكتاب عشان تحرقه؟ قال لي امال هاخده يعني احمر عليه بطاطس؟ ما تعقل يا ابني كده وافهم انت بتتكلم مع مين، وانت فاكرني عيل من اصحابك اللي معاك في الجامعه؟ عم ربيع راح قال له اهدى بس يا شيخ فايز وصلى على النبي، هو اكيد ما يقصدش. فايز قال لي استغفر الله العظيم. طب انت ما سمعتش اي حد من عيلتك بيتكلم عن الكتاب دوت او اي كتاب عموما؟ انا بس كل اللي محتاجه منك انك تقول لي اسم وانا هتصرف يا ابني، انا كل همي ان انا امنع الاذى مش اكتر. قلت له يا عم ولا في حد قبل كده جاب سيره كتاب ولا حتى مجله قدامي. وبص بقول لك ايه، ما تتعبش نفسك الله يكرمك، انا هكلم ابويا بكره واخليه يشوف لي انا وجدتي مكان تاني غير هنا. هو اصلا كان قرفان من البيت دوت وبيفكر يبيعه، يبقى يبيعه بقى الارض بالفيلا. فايز قال لي لا 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 اوعى تقول اللي حصل دوت لابوك لحسن يتلبس هو كمان، اصل الحاجات دي يا ابني بتيجي على السيره. انا عموما عندي حل. قلت له حل ايه؟ قال انا هفتح لك الرؤيه تاني يمكن نوصل لحاجه. قلت له لا بقول لك ايه، بلا تفتح بلا تقفل، انا خلاص جبت اخري، شوف يا عم حسابك كام هديهولك وتتكل على الله. قال لي حسابك كام؟ تعبيط يا ابني. عم ربيع راح لفايز وقال له خلاص يا شيخ فايز سيبه دلوقتي يرتاح، هو تعبان ومش عارف هو بيقول ايه، بكره ان شاء الله نبقى نشوف لها حل ونعمل اللي انت بتقول عليه كله. وقال لي اطلع انت يا سليمان يا ابني على اوضتك خلاص محروسه نظفتها. واخده وخرج من باب الفيلا وهو عمال يتكلم ويتودود معاه بصوت واطي. طلعت اخدت شاور ونزلت كل القرف اللي كان على جسمي، وبعد كده طلعت قعدت في اوضتي وانا عمال اعيط. حسيت بالندم، انا كنت المفروض اقول لا من الاول. انا حاسس ان انا دلوقتي اغضبت ربنا ودخلت نفسي في حوارات انا ماليش علاقه بيها، والموضوع كبر اكتر. بقيت عمال الوم في نفسي ومش مستوعب انا ازاي سمحت له ان هو يعمل كده فيا، وازاي سمحت لنفسي ان انا ادخل اصلا في طريق زي دوت، سحر ودجل وشعوذه ونجاسه، ونسيت طريق ربنا اللي عمره ما يضل. انا ما كنتش بصلي، بس في اليوم دوت قمت اتوضيت وصليت ودعيت جامد وانا ساجد وقعدت استغفر ربنا. ساعتها بس حسيت براحة غريبة وكأن الطاقة السلبية اللي كانت جوايا كلها خرجت. بعد كده دخلت نمت. حلمت في اليوم دوت بحلم غريب قوي، وكان زي ما يكون رؤية. انا كنت شايف عم ربيع وهو ماسك في ايده الشمال كتاب، وفي ايده التانية كان ماسك عصاية متعاصة دم وعمال يرسم على حيطان البيت كله طلاسم وتعاويذ. ومريم كانت واقفة في نفس الأوضة بتاعتي اللي أنا بنام فيها، وكانت عمالة تصرخ جامد، كانت عمالة تقول وقف اللي بتعمله ده حالا، انت كده بتضحي بيا، أنا هموت هنا قبل ما انت تلاقي اللي بتدور عليه. لكن عم ربيع ما وقفش اللي بيعمله. مريم بقت عمالة تصرخ بجنون وهي حاطة ايديها على ودنها، وفجأة بدأ وشها يتحول لوش شيطاني مخيف، كان ليه قرون وأنياب واسنان كتير خارجه من بقها وملخبطه. ومره واحده فتحت بقها لفوق وبدا يطلع منه دخان لونه ازرق في اسود. في نفس اللحظه ديت لقيت بنت عم ربيع داخله الاوضه اللي فيها مريم، وكان معاها جاروف ومقشه، وكانت عماله تنظف الاوضه، وزي ما يكون مش شايفه مريم او الشيطان اللي كان متجسد في مريم دوت، ولا شايفه حتى عم ربيع بيعمل ايه. الشيطان دوت فجاه هجم على ساره بنت عم ربيع ومسكها من رقبتها جامد، وابتدى يقول له بنتك هتبقى هي التمن. عم ربيع سمع صريخ بنته في الأوضة فوقف اللي بيعمله وطلع يجري على الأوضة، بس لما طلع شاف بنته مرمية على الأرض وشكلها غريب وما بتنطقش، أكنها بالظبط جثة هامدة. في اللحظة ديت حسيت بإيد بتمسح على دماغي، وبفتح عيني لقيت قدامي مريم. قمت منفوض من على السرير وأنا عمال أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدت عني ورجعت لورا جامد وقالت لي اهدى يا سليمان، أنا مستحيل أذيك لأنك ما أذيتناش. قلت لها انت مش انسيه صح؟ ما ردتش عليا. قلت لها طب انت اللي قتلتي بنت عم ربيع؟ قالت لي وهي باصه في الارض وباين عليها الحزن، انا لو ما كنتش عملت كده كنت انا اللي هموت، كان هيحرقني انا وكل عيلتي، احنا عمار المكان دوت واللي فيه من قبلكم كلكم، وما اذيناش حد غير لما هو اللي ابتدى بالاذى. قلت لها طب هو كان بيعمل كده ليه؟ قالت لي عشان يطلع الاثر. قلت لها اثر ايه؟ في اللحظة ديت سمعت صوت كراسي السفرة اللي في الصالة بتقع واحد ورا التاني. بصيت على باب الأوضة الموارب عشان أعرف فيه إيه، لكني ما شفتش حاجة. فبصيت لمريم ولسه بقول لها هو فيه إيه؟ ما لقيتهاش، مريم اختفت. قمت من على السرير وطلعت اتسحب ناحية الصالة عشان محدش يحس بيا. اتفاجئت بكلب اسود ضخم جدا كان واقف على ترابيزة السفرة. انا اتسمرت في مكاني من كتر الرعب.
وهو اول لما شافني نط من على الترابيزه وجري عليا، لكنه عدى من جنبي وما عمليش حاجه. ابتدى ينزل من السلم لحد لما وصل لسلالم البدروم. انا حسيت ان في حاجه غريبه بتحصل. الكلب دوت لو عايز يأذيني كان هجم عليا دلوقتي، لكنه عدى من جنبي ونزل لتحت وكأنه عايز يوريني حاجه. دخلت المطبخ واخدت منه سكينه كبيره، ابتديت انزل واتسحب لحد لما وصلت للبدروم. لما وصلت للباب اتفاجئت انه موارب، في حد جوه بيتكلم. انا فتحت الباب ودخلت، واتفاجئت ان على بعد 3 متر في حفره غويطه وكان جواها عم ربيع وفايز. لما بصيت على الحفره ديت شفت باب صخر كبير وعليه رسومات فرعونيه غريبه، عامل زي ما يكون باب مقبره. اتسحبت وقعدت على جنب عشان محدش يحس بيا، وسمعتهم وهم بيتكلموا. عم ربيع قال لفايز الواد ده شكله عارف كل حاجه وبيستعبط وبيلعبنا. فايز قال له لا ما يعرفش حاجه، انا استجوبت قرينه وهو مش عارف مكان الكتاب فعلا. قال له بس ده عارف قصه بنتي يا فايز من غير ما حد يقول له حاجه. فايز قال له لا انا عارف مين اللي قال له. ربيع قال له مين؟ قال له بقول لك ايه، ما تدخلنيش في حوارات مش بتاعتي، انا كل اللي يهمني دلوقتي هو ان انا الاقي الكتاب عشان اتنيل واعرف افتح المقبره ديت. عم ربيع قال له طب بخصوص المقبره بقى انا عايز نسبتي تزيد شويه. فايز قال له وهو متعصب طب مش لما نتنيل نفتحها الاول؟ يا عم هو احنا لسه طولنا ولا ابيض ولا اسود من الهبابه ديت؟ احنا بقالنا 10 سنين في الهري دوت ومش عارفين نفتحها. عم ربيع قال له حقك، ما انت ما خسرتش حاجه، لكن انا خسرت بنتي، شفتها وهي بتموت قدام عينيا. قال له ما عشان انت عبيط، هو في حد في الدنيا يعمل اللي انت عملته دوت؟ جايب لي كتاب سحر من ابو 5 جنيه اللي بيتباع على الرصيفه وقاعد ترسم لي منه على الحيطان. قال له ما انا كنت بحاول افتح المقبره اللي انت مش عارف تفتحها. قال له والله كنت عايز تفتح المقبره ولا تشفط كل الاثار اللي جواها وتحطها في كرشك؟ انا قلت لك لو تفتكر 100 مره ما تتصرفش من دماغك، لكن اقول ايه بقى، تمن الاستعجال والطمع والعفانه اديك قومت بقى عمار المكان عليك، ودول بقى ما بيهزروش، هيرازوا فيك لحد ما تسيب البيت وتمشي من هنا. عم ربيع قال له لا اكيد في حل، بس انت اللي مش عايز تساعدني. قال له طب بص بقى يا ربيع، احنا مش هنقدر نسيطر على عمار المكان ولا حراس المقبره غير لما نلاقي الكتاب دوت. يعني باختصار كده المقبره ديت مش هتتفتح من غير الكتاب. احنا ما قدامناش حل غير الواد الزفت اللي اسمه سليمان ده، هو الوحيد اللي هيجيب لنا الكتاب. بقول لك يا ربيع، انت بتحط له الحاجات اللي قلت لك عليها تحت سريره وعلى عتبه الباب؟ قال له طبعا بحطها له كل يوم قبل ما ينام. قال له تمام، اسبوع بالكتير وهتلاقيه اتخبل ومش قادر يستحمل الجحيم اللي هوريهوله، ومش هيبقى قدامه اي حل غير ان هو يجيب الكتاب، يا اما بقى ظام يشوف له صرفه معاه. عم ربيع قال له بس ايه يا عم الفيلم الهندي اللي انت عملته قدام الواد ده؟ ظام مين وكراك ايه وسفر جهنم ايه؟ القصه ديت انا متهيألي نحطها في كتاب تاريخ. يا عم ده انا قلت انت راحت منك على الاخر، ده انا لو منه ما كنتش صدقت ولا حرف من اللي انت قلته. قال له ما عشان اهبل وعبيط، ما انت لو كنت شفت اللي شافه في الكام يوم اللي فاتوا كنت هتصدق اي حاجه تتقالك. الخوف يا ربيع ممكن يخليك تصدق اي حاجه في الدنيا. لو عايز تسيطر على اي انسان في الدنيا ما قدامكش الا حل واحد، هو انك تخوفه. ده الخوف مش بس كفيل انه يخليك تقدر تسيطر عليه، لا ده كفيل انه يخليه عبد عندك تعمل فيه اللي انت عايزه. كمان كام يوم هتلاقيه بيكلم نفسه، وهو اللي هيبقى بيدور ويسأل في كل حتة عن الكتاب عشان يديهولنا. انا كنت واقف مصدوم من اللي بسمعه، معقوله هم اللي ورا كل اللي كان بيحصل لي ده؟ انا دمي فار وقمت من مكاني وانا ماسك السكينه ورافعها في وشهم، وقلت لهم حلو قوي اللي انا سمعته ده، بقى انت عم ربيع تعمل فيا انا كده؟ يا راجل عيب عليك، ده انت مربيني على ايدك وعايش في خير ابويا، وانت يا زفت يا فايز عمال تقول لي كراك وايد مقطوعه وجدتك وعمال تشتغلني انا. يا اخي ده انتوا الاتنين طلعتوا اوسخ من الوساخه. كانوا بيبصوا لي وهم مصدومين. عم ربيع قال لي طب اهدى بس وانا هشرح لك كل حاجه يا سليمان. قلت له لا وتشرح لي ليه؟ ابقى اشرح للظابط انت والجحش اللي جنبك دوت في الاسم. لسه بطلع موبايلي عشان اتصل بالشرطه سمعت صوت جاي من ورايا بيقول لي ده لو انت عشت اصلا. ببص ورايا عشان اشوف ده مين، لقيته ابراهيم واقف وجنبه امه وكان ماسك في ايده شومه كبيره ونزل بيها مره واحده على دماغي. في ساعتها فقدت الوعي. بعد فترة معرفش قد ايه ابتديت افوق وارجع لوعي تاني، لكني كنت حاسس بصداع وألم رهيب في دماغي وعيني كانت مزغللة. قمت ووقفت على رجلي بالعافية، وبعد تقريبا دقيقتين الزغللة ديت كانت ابتدت تروح، واتصدمت من اللي شفته. انا لقيت الحفرة اللي كانت في البدروم مدفونة، وفي مكانها 4 شمعات حجمهم ضخم، وجنب كل شمعة في ايد. لما دققت النظر في الايدين ديت
لقيت أول إيد كانت بتاعت عم ربيع، والتانية كانت بتاعت مراته، والتالتة كانت بتاعت ابنه، والرابعة كانت بتاعت فايز. وسمعت صوت من ورايا بيقول لي خرجني من هنا. لما بصيت ورايا لقيتها جدتي كانت قاعدة على الكرسي اللي بعجل وفي ايديها كتاب غريب. ومن ساعتها وانا مش فاهم ايه اللي حصل. جدتي ما بقتش بتتكلم تاني والناس ديت اختفت من البيت. بس تعرف يا شبح، سواء كنت مسلم او مسيحي، طول ما انت بعيد عن ربنا هتبقى ضعيف ومهزوز، وطريق المعاصي دايما هيبقى اسهل وهو اول اختياراتك. دايما اي حاجة غلط بتبقى حلوة وممتعة قوي، بس دايما نهايتها بتبقى ضلمة وندم. فخليني اقولك ان احنا اللي بنكتب البدايات ونختارها، لكن النهايات دايما بتبقى معروفة وواحدة. الانترنت بقى عالم مفتوح، وكتب وتعليم السحر بقوا منميين في كل حتة. واسهل حاجة دلوقتي هي انك تنزل كتاب شمس المعارف او اي كتاب من كتب السحر. اياك فضولك ياخدك وتحاول تجرب انك تقرا حاجة زي كده، لانك هتلاقي نفسك فجأة في عالم مش بتاعك ومش هتعرف تخرج منه. ولو فاكر بقى انك هيبقى عندك قوة خارقة عن طريق السحر والاعمال، فحب اقولك انك هتبقى عبد ذليل عندهم. نصيحتي ليك ابعد عن الحاجات دي وما تحاولش تقرب لها. قبل ما اقفل كنت حابب اشكر الكاتب بتاعنا محمود محمد والشهير بالقصاص على الاعداد الهايل دوت. كنت عايز كمان اسمع رايكم في النهايه، هل كانت متوقعه ولا لا؟ ومش عايزين ننسى الحلم يا اشباح، مليون شبح جوه الكابوس مكملين ومع بعض، مفيش حاجه هتوقفنا. واشوفكم على خير في الكابوس اللي جاي.